أول ندوة كانت أنا وضعفاتي، أنا وأحزاني، والندوة الثالثة كانت أنا وأحلامي. حد فاكر أي حاجة؟ يعني أتمنى تكونوا فاكرين. النهاردة هنتكلم على أنا جديدة، بس أنا بتاعت المرة دي مش هنخلصها في مرة واحدة لأنها طويلة شوية. اسمها أنا وعلاقاتي. أنا وعلاقاتي. ربنا الحقيقة من ساعة ما خلق الإنسان بيخش في علاقات. الإنسان ما يقدرش يعيش لوحده، الوحدة قاسية، وإحنا كلنا كده. أي حد فينا ليه أصدقاء وليه أصحاب وليه زمايل وليه مجتمعات متعددة، مش مجتمع واحد. دول اسمهم جروب شلة المدرسة الثانوي، دول اسمهم جروب الكلية، دول اسمهم جروب أول شركة، دول اسمهم وهكذا. دول بقى العيلة المباركة، دول مش عارف مين، هكذا. وماي سبيشال فاميلي وماي بيج فاميلي وكل الجروبات دي. يعني الإنسان داخل في علاقات كتيرة قوي. النهاردة طبعا بعض العلاقات دي بتبقى علاقات اختيارية، وبعض العلاقات دي علاقات إجبارية. يعني إيه؟ علاقات اختيارية زي الصداقات والزمالة، أنا ممكن جدا أختار صديق أو ما أختارش صديق. لكن العلاقات الإجبارية زي أختي اللي لقيتها معايا أكبر مني بسنة، مفروض عليا الحقيقة، وزي أخويا اللي عنده 18 سنة كده ومش مش باين له ملامح. يعني هو سيمي راجل ولا لسه عيل، مش فاهمين له شوية. فخليطة كده في سن كده للولاد، بيبقى كوكتيل كده. والناس دي بقى أنا اتفرضت عليا إن أنا أخش معاهم في علاقات. عشان كده الموضوع معقد وكبير قوي 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 قوي. النهاردة هنجاوب على سؤال واحد ونقول كده: ما هي العلاقات الخطرة التي ينبغي أن يتجنبها الإنسان؟ يبقى احنا النهاردة بنتكلم على علاقات خطرة. يعني أنا بتكلم أنا وعلاقاتي. ألف، العلاقات الخطرة. بكرة أو الأربع الجاي هنتكلم على حاجة برضو في أنا وعلاقاتي، بس موضوع جديد. فهمتوا أنا ماشيين إزاي؟ يعني ده الموضوع الرابع، بس هيتقسم ألف وب وج. يعني إيه مجموعة من العلاقات الخطرة؟ واضح من العنوان إن هتكلم على علاقات المفروض نتجنبها أو ما تكونش موجودة في حياتنا. زي إيه العلاقات الخطرة؟ نمرة واحد، حاجة اسمها علاقة بلا عنوان. يعني ربنا خلق العلاقات إن لما أسألك على مين دي تقولي زميلتي، وبعدين أقولك مين دي تقولي صاحبتي، مين دي ماما، مين دي بنتي، مين دي أختي، مين ده أخويا، مين ده ابن عمي. كل واحد سألتك عنه كان ليه صفة أنت قلتها لي. في أوقات علاقات تكون بلا عنوان، وما أخطر هذه العلاقات. علاقات not defined، مش متعلمة، مش متحددة، مش متوصفة. مش فاهمين حاجة يا ابونا. هفهمكم. يعني من الحاجات اللي طلعت من 15-20 سنة في المجتمعات عندنا، وخاصة المجتمعات اللي يقولوا عليها هاي ستاندر، ولا أنا شايفها هي ستاندر ولا حاجة يعني، بس بيقولوا عليها كده. يعني تعبير كده اسمه مصاحب. التعبير ده طلع من 15-20 سنة. أنا مصاحبة. فتجي لي البنت كده في ثالثة ثانوي أول جامعة تقول لي أنا مصاحبة يا ابونا. عايز أقول لك حاجة، بس إيه، ما تزعلش يعني وما تضايقنيش أنا بخاف يا ابونا. أنا أقول لك أنا مصاحبة. أقول لها يعني إيه مصاحبة؟ تقول لي مصاحبة يعني هو إيه؟ يقول له هو صاحبي. طب وين انا صاحبته؟ ايوه، ما انت ما قلتيش حاجه جديده، انت جبت التباديل بتاعت الكلمه. يعني ايه مصاحبه؟ يعني مشروع خطوبه؟ تقول لي لا، مش شرط. يعني طب ده مشروع ايه؟ يعني انتوا يعني ما فيش كلام في ارتباط ولا لا؟ مش شرط. طب طب انا عايز افهم الظاهره دي، او عاوز احط لها عنوان، عشان كلمه مصاحبه دي مش نازل لي من زور. ف يعني انت مالكيش. يعني هو ممكن مثلا، طب انا هسال سؤال يا بنتي، يعني انت لو شفتيه بيكلم بنت تانية قالت لي ده انا اكله، يعني انت بتغير عليه جدا، ما يقدرش يعمل كده.
يعني خطيبته؟ لا مش خطيبته. يعني هتتخطبوا؟ لا مش شرط. مش فاهم انا بقى، بحاول يعني. لا ما انا ما عجزتش للدرجه دي برضو، يعني مش من ايام سفينه نوح، لا. طب يعني ايه؟ علاقه ناس حطت لها عنوان تخدر بيه نفسها، علاقه مفتوحه ملهاش قيد، ملهاش حدود، ملهاش زمن، ملهاش ملامح. يعني ايه يا بنت الحاجه زي كراش كده يا ابونا؟ يعني طب يعني ايه؟ لا يعني انا مشدوده له، اقول لك يا ابونا بنحب بعض بس نو بروميسز. احنا وصلنا في مصر ان احنا نحب بعض بنهايه مفتوحه، نهايه مفتوحه كسرة سرة، اللي يحصل يحصل. مش فاهم. المشكله مش في دي وبس، دي تلاقوها في المراهقه بتاعت تانية تالتة ثانوي اولى جامعه بالكتير، وبعد كده بتعدي. المشكله انا بديكم نماذج يعني ايه علاقات خطره لانها بلا عنوان. يعني مثلا واحد يقول لي مراتي قلبة الدنيا، مراتي قلبة الدنيا. اقول له ليه يا حبيبي؟ يقول لي مريضه بالغيره يا ابونا. اقول له مريضه بالغيره ليه؟ يقول لي اصل انا ليا زميله في الشغل برتاح لها. جميل. يعني بترتاح لها ازاي؟ لا يعني بص، انا حاسس ان مراتي مش فاهماني، بس دي فاهماني، لقطاني، بتقرا عينيا، يعني عمرها ما خيبت معايا. يا سلام. لا مراتك فعلا ملهاش حق، لا هاتالي عشان اعالجها. اللي انت بتقوله صدقني يا ابونا انت هتفهمني صح. لا انا مش هفهمك خالص بقى. يعني ايه هتفهمني صح؟ يعني ايه زميله معايا في الشغل بس برتاح لها وفهماني اكتر من خطيبتي او من اكتر من مراتي؟ طب ولما خطيبتك ترتاح لزميل ليها في الشغل هنوصل لإيه ان شاء الله؟ يعني مثلا هيبقى في شريعه كمان شويه، زوج واحد وثلاث اصدقاء، او زوجه واحده واربع صديقات. مش جايبها، مش فاهمها، بس الناس بتخدر نفسها، ودي علاقات خطر جدا. تبتدي انك مرتاحه لي وانا مرتاح لك، ويعني بنشرب الشاي في في حاجه اسمها لانش اور في بعض الشركات كده، بياخدوا ساعه بريك كده. يعني كل ما سبحان الله سبحان الله، في وسط 100 موظف موظفه دايما اشرب معاها الشاي، شاي باللبن كده، ونحكي وارتاح. تصور الساعه اللي بقعدها معاها بتغسل اليوم كله. ايه اللي ناقص؟ ايه اللي ناقص؟ ايه اللي ناقص؟ دي امام الله خيانه للزوج او خيانه للزوجه. هنحط بقى احنا مرتاحين، احنا زمايل، انتوا اولد فاشن يا بتوع الكنايس. اولد فاشن يعني موضه قديمه، موديل قديم، ما بتفهموش يعني ايه الصداقات البريئه. بريئه؟ طب ما تخليك صداقات بريئه مع مراتك. لا قصدي فهماني اكتر. وهي كمان لقيت واحد فاهمها اكتر. تفتكروا الستيبس اللي جايه هتكون لايه؟ ارتياح، تعود، وبعدين صوت داخلي. يجي الشيطان بعد سنه كده يجيب صوت في ودنك يقول ايه؟ انا اللي جوزني الجوازه دي. فهمتوا يعني ايه علاقه بلا عنوان؟ الانسان الروحاني بطبعه ملتزم، الحاجه اللي ملهاش عنوان ما يمشيش فيها خطوه واحده. لكن في ناس كتيره قوي بتخدر ضميرها وتحط عناوين تريح ضميرها وتتزحلق زحليقه ما بيعرفوش يقوموا بعدها تاني. واحد تاني دول بقى مش متجوزين خالص، مش متجوزين، ومفيش مفيش توافق في اي حاجه. فبقول له ممكن توصف لي العلاقه دي ايه؟ يرد عليا يقول لي صدقوني باللفظ كده، بص يا ابونا استحاله ومستحيل ابعد عنها، وانا عارف ان انا ما اقدرش اتجوزها. ادوني عنوان، ادوني عنوان. استحاله انها ابعد عنها، واستحاله ان انا اتجوزها. اديني يا ابني عنوان، انا فاهمي على قدي. اذا ما شفتش العنوان بتوه جوه العلاقه، مش لاقي لها ملامح. بس في ناس بتعيش علاقات بلا عنوان،
ودي علاقات خطيرة مهما كنت واثق في نفسك. الشيطان والإغواء والعاطفة والغريزة مع الوقت أقوى منك، هيجيبوك الأرض. هنسميها بقى لحظة ضعف، لحظة مش عارفين، بس أهل العالم قالوا لنا إن الباب اللي يجي لك منه لكن أنا وقفت كده فاتح صدري وقلت أنا ما بيجيليش برد، وفاتح الشيش والإزاز، وجات لي كورونا ومت. ليه؟ لأن دي علاقة من غير عنوان. أي علاقة في الدنيا مادام ليها عنوان بقى لها حدود. يعني لما تكون أنا قلت إن أنا وإنتي زمايل، هتبقى العلاقة إيه؟ صباح الخير، عامل إيه؟ عملت إيه في المطر امبارح؟ لا الحمد لله أنا روحت قبل ما تمطر. طب الحمد لله، ده إحنا قعدنا ساعتين أنا وجوزي في إشارة المرور، ربنا معاكم، سلام سلام. صباح الخير، إزاي الصحة؟ مع السلامة. دي زمايل. طب إحنا أصدقاء يبقى أصدقاء من نفس النوع ومن نفس الصنف. لكن صداقة كده وكده وكل واحد مرتبط، لأ. طب إحنا في فترة تعارف، اسمها فترة تعارف، فليها عنوان المجتمع موافق عليه، لأن بعد شهرين 3 هنقول لكم بعدين بقى في التعارف أنت بتتعرف على مين؟ بتتعرف على اللغة الصينية ولا إيه؟ يلا بقى شد حيلكم. لكن في عنوان إن إحنا في فترة تعارف تسبق خطوبة. إحنا في فترة خطوبة، فكل ديفينيشن لعلاقة بيحددها. لكن علاقة بلا ديفينيشن بتخدر ضميرك وتديها عنوان على مزاجك، أنت في خطر. يبقى أول نوع من أنواع العلاقات الخطرة اسمه علاقة بلا إيه؟ بلا عنوان. دي على فكرة دي تصيب من 18 سنة ل 58 سنة، 60 سنة، 66 سنة، 70 سنة. ممكن؟ صوروا ممكن؟ تاني علاقة خطرة، كلام بقى للسكشن ده، علاقة بلا معرفة الأهل. علاقة بلا معرفة الأهل. البنت لما بتخش في علاقة والطرف التاني عارف إنها مش جايبة سيرة لأهلها، سوري يا بنات في اللي هقوله، بس عشان أنا بابا وخايف على كل واحدة فيكو، انت بتقللي من قيمتك، انت بترخصي من قدرك. الولد جواه لما بيلاقي البنت تقول له أنا لا يمكن أمشي خطوة أو أخش في تليفون من غير ما حد يكون عارف. بعض البنات بتقول أصل بابا وماما لسه أولد فاشن، يقول لك يخش من الباب وخش من الشباك ومش هينفع تعارف. مينيمم يكون في أب اعتراف حكي له كل حاجة، مينيمم يكون في خالة أو عمة بترتحلها بس حد من البيت عارف، وتفهميه إن أبونا عارف والخادمة بتاعتي عارفة وماما عارفة، بس إحنا مأجلين بابا لأن بابا ممكن جدا تكون قراراته حاسمة، بس ماما عارفة every single step by step، كل خطوة بمشيها ماما عارفاها. لكن لما تخش في علاقة من غير معرفة الأهل، ده يسيء ليكي كتير قوي قدام عينيه. لما تخش في علاقة دون معرفة الأهل امتلكك ويديله راحة أكتر. راحة بقى، لا في حد هيقول لنا امتى ولا حدنا بكام، ما انت اديتيله المفتاح بتاع الخزنة. فلما بقى ياخد راحته، كل ما تقول له بس انا حاسه ان ضميري وجع، انت مش عارفه ان انا شريك، انت مش عارفين. ايوه بس احنا بقالنا 5-6 اشهر بنخرج مع بعض، انت هتنكدي عليا ولا ايه؟ مش عايزانا نخرج خلاص يا ستي ومش هعرفك تاني. تقول له لا ما قصدتش. ليه حطيتي نفسك في الضعف ده من الاول يا بنتي؟ بنت لازم تكون كده. بنات المسيح واضحين. اذا ماما ما عرفتش يبقى there is something wrong. اقول لكم الحاجه الثالثه، ما يزرعه الإنسان إياه يحصد. اللي فاكر نفسه بلغة الشباب يعني مفتح قوي ومظبط قوي وحاطط كل حاجة وفاكر نفسه إنه يعني بيعمل كل حاجة من غير ما حد يعرف،
ما فكرتش مع تطور الاجيال ولادك ممكن يعملوا فيك انت ايه؟ انت بتقولها ما تقوليش لاهلك مش وقت وانا مش مستعد. يعني انا قدامي سنه احط مش عارف مين، وسنه احط مقدم شقه، سنتين وتقولي لاهلك وانا معاكي. طب لما بنتك تكون عندها 24 25 سنه وبتقابل واحد وعارفاه لمده سنتين وحضرتك ماسك الجرنان بتهوي في البيت، يبقى شكلك ايه؟ اوعوا تخشوا في علاقه من غير عنوان، واوعوا تخشوا في علاقات من غير ما الاهل يعرف. يسيء ليكي جدا يا بنتي انك تفرطي في الحق ده اللي يديكي كرامه ويخليكي رافعه راسك انك ما بتعمليش غلط، لان اللي بيعمل غلط هو اللي يخبي، واللي ما بيعملش غلط ما يخبيش. ما ترخصيش نفسك. يبقى اول نوع من العلاقه علاقه اسمها بلا عنوان. تاني حاجه اسمها علاقه بلا معرفه الاهل. قلت لكم بقى تقولي اهلي صعايده، بابا هيقفل الموضوع، بابا مش هيتفاهم. انا قلت لك ان في تراستد بيبل في حياتك زي ابونا او زي ممكن يتقال له لحد ما لغايه لما ابونا يقول لك لا هنا ماما لازم تعرف. 3 من العلاقات الخطره جدا علاقه فيها تجاوز. اسمعوا كويس لان الكلام النهارده عنيف بس مقصود. علاقه فيها تجاوز. يعني ايه تجاوز؟ يعني ايه علاقه فيها تجاوز؟ تصوروا ممكن اول تجاوز البنت تتزحلق فيه تفتكروا كومبلمنت، يعني ايه؟ مجامله. يعني مجامله. تصوروا ولد في الشغل كده، شغل بيقول انا عجباني قوي قوي اهتمامك بصحتك، واقول لك حاجه بس يعني ما تفهمنيش غلط، انت جسمك حلو قوي. الداهيه ان قالت له ميرسي ثانك يو. ده بيتحرش. لما واحد يقول للواحده جسمك حلو معناه ايه؟ اللي لفت نظره مالهاش شخصيتك حلوه، تفكيرك حلو، اخلاقك هاديه. لا 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 لا، هو عمل سكيب 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 ودخل على ايه؟ تو ذا بوينت. جسمك حلو قوي. لو البنت قالت له ميرسي وثانك يو، تاني يوم لو لقيته بيبص لها بصه مش اللي هي، البنت تقدر تميز البصه النقيه من البصه اللي مش نقيه. بيبص لها بصه مش نقيه بتقول له انت مالك بص كده؟ مش انا قلت لك امبارح جسمك حلو قوي؟ I can't hold my eyes. مش قادر انزل عينيا. ده ايه ده؟ ده جريمه، دي مصيبه. ازاي بنت تسمح بمثل هذا التنازل؟ وازاي ولد رصاصه؟ واخدين بالكم؟ ازاي كده؟ ده اسمه اول تجاوز، وده اسمه اول تنازل. بعد الكلمه هيبقى في بصه، وبعد القصه هيبقى في هزار. يعني هو بيتكلم بقى وهم بيشربوا في الكيتشن بتاع الشركه، في شركات كده فيها يعملوا الموظفين نفسهم اي حاجه طب وركن. عارفين ابتدت بايه؟ بتجاوز انت قبلتيه في الاول. اوقات تبقى لازم تبقى عامله كده سن البرجل. عارفه سن البرجل؟ لازم تكوني عامله بالظبط سن البرجل كده تخلص. واحد بيقول لك على فكره انا يعني I like your shape very much، تبص له حته بصه يتمنى الموت فيها. وده صح، ده مش ضد المسيحيه في حاجه، لانك انت بتحافظي على حدودك، بتحافظي على كيانك، بتحافظي على جسدك من التلصص النظري اللي هيعمله تاني يوم لو انت ما حطيتيش حدود قاسيه من الاول وشديده. دي اسمها علاقات ايه؟ فيها تجاوز. ممكن يكون التجاوز حاجه ثالثه خالص. مجموعه من الشغل، زي ما كانت بنت عندي بتشتغل في احد البنوك، بنوك من البنوك اللي هي 5 ستارز 7 ستارز، اللي هي البنوك الاجنبيه غنيه قوي. وكانت بتقول لي انا شغاله يا ابونا في سره البنك، يعني الاداره الكبيره قوي، فكلها ستات بقى. فبتقول لي المهم الشغل كانت حلوه قوي قوي، يعني يمكن كان ستارتنج سالري بتاعها وهي خارجه من الجامعه مبلغ كبير قوي من فتره طويله، يعني انا على ما افتكر مش اقل من 15,000 جنيه اول تعيين.
بتكلم على حاجة من 15 سنة، يعني مبلغ كبير قوي. بعد شهرين 3 قالت لي أنا سبت البنك. فقلت لها ليه؟ قالت لي وداني ما قدرتش تسمع اللي الستات بيقولوا. متوسط الافرج بتاعت عندنا من 35 ل 45 بيتكلموا في كل حاجة يا ابونا، في كل حاجة. شايفين ان هو ده الرقي وهو ده التحرر وهي دي الارستقراطية. بيتكلموا على كل حاجة بمعنى كل حاجة. انا متجوزة يا ابونا بقى وشي يحمر وحطي وشي في الارض، فبقوم يتريقوا عليا. ده تجاوز في الكلام. وقولوا لي بكره يطلع لك ضوافر وتبقي زينا، احنا لما جينا كنا زيك. فقالت يا نهار ابيض، هو انا لو قعدت معاهم سنتين ابقى زيهم؟ لا عايزه شغل ولا عايزه مرتب، انا عايزه ابديه وعايزه ودن نظيفه. ده اسمه التجاوز في الكلام. علاقه فيها تجاوز تضيع كل حاجه. ده في اوقات التجاوز يكون بين الخطيبه وخطيبته مش في امور جسديه، في امور الكلام. يعني اخدنا على بعض بقى، واحنا من اللي بيلبسوا، عارفين اللي بيلبسوا الشورتات الجنسات المشرطه دي، في كده يعني في مجموعه كده ليها طريقه هزار بقى. فيقول له حاجه تقول له اجري اجري اجري، اتلهي اتلهي اتلهي. ده خطيبها اللي هيبقى جوزها ابو عيالها بتقول له اتلهي. رفعوا حاجز الاحترام. خدوا قاعده يا ولاد، 2 بيحترموا بعض واتجوزوا جواز صالونات هيحبوا بعض في يوم من الايام، لان بيحترموا بعض. فهي هتلاقيه ان هي غاليه وعاليه في عينيه، وهو يلاقي نفسه غالي وعالي في عينيها. لكن حبوا بعض وابتدوا يتجاوزوا بالكلام ويشتموا بعض. يقول انت غبيه قوي قوي، تروح ضحكه قدام البنات، يعني ضحكه بس انت اغبى شويه. ايه ده؟ ده من قال لاخيه يا احمق يكون مستوجب نار جهنم. احنا ايه اللي حصل لنا؟ اي علاقه فيها تجاوز على مستوى الهزار، على مستوى الكلام، على مستوى البص، على مستوى اللمس، علاقه خطره جدا. وحدود الخطوبه حاجه وسر الاكليل حاجه تاني. الخطوبه صداقه وتعارف، في اي وقت ممكن نقول ما نكملش. الجواز حاجه تاني. جسد المراه بقى تحت سلطان الزوج، وجسد الزوج بقى تحت سلطان المرأة. قبل الجواز بيوم لا. كلامي واضح. احنا قلنا كم علاقة خطرة. هو انتم مبلمين ولا انا متهيألي؟ مش مشكلة، لو مبلمين انا مبسوط، يعني معناه ان الكلام حوق. نرجع تاني نقول احنا قلنا كم علاقة خطرة. نمرة 1 علاقة بلا عنوان، 2 علاقة بلا معرفة أهل، 3 علاقة فيها تجاوز. علاقة خطرة تانية خالص لازم ناخد بالنا منها، علاقة اسمها one way. يعني ايه one way؟ يعني ايه one way؟ حد فاهم one way؟ حد يقول كده ايه المقصود بعلاقة one way؟ يعني انت، ما انا عارف اتجاه واحد. يعني ايه علاقة اتجاه واحد؟ يعني في ناس في العلاقات بتاعتها مش ماشية غير اتجاه واحد، انها تاخد وما تديش. العلاقات دي علاقات سامة. ان الانسان يخش في علاقة مع انسان اناني سيلف سنترد، مش شايف الا نفسه، دي علاقة خطرة جدا. في الاول ممكن الحب بيخلي الواحد مش شايف ويبقى ويلينجلي كده بيعمل كل اللي يريحه، والتاني يسوق فيها، فالتاني يدي عشان يبسط صاحبه، والتالت يسوق فيها. زي مين؟ زي الرجل الأناني. دي علاقة خطرة قوي يا بنتي. الراجل الحقيقي زي المسيح. عمل ايه المسيح؟ مات عشان يفدي كنيسته، آخر نقطة دم عشان يفدي كنيسته. يقول كده سفر أعمال الرسل لما كان بولس الرسول بيكلم بعض القساوسة، بيقولهم لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه، يعني دفع دمه عشان كنيسته. الراجل عطاء، الراجل أبوة، الراجل احتواء. فالراجل الأناني دي علاقة خطرة جدا. والعكس صحيح، البنت المدلعة،
اهي دي وان واي دايركشن. عايزه ايه؟ تدلع وبس، تدلع وبس. هي نسيت اسمها اساسا. هي اسم الدلع اللي قالوه لها من هي طفله خلوها تنسى اسمها، تسمع اسمها في العام الدراسي بس وفي رقم الجلوس، ما تعرفوش. ويا ريت ما هو قصه اسم بقى، دي قصه حياه كلها متدلعه. فطلعت الحبيبه قماصه، وعشان انت نسيت مش عارف مين ايه تقدرك، وعشان انت ما مش عارف ما عملتلهاش ايه تنكد عليك، وتفضل طول عمرك مصلوب من اجل انك ايه؟ تطبطب وتدلع وبس. طب ما البنات لما بتتجوز هتشيل عيال وتخلف وترضع وتطبخ وتنظف. لا I can't. انا اغسل الكوبايات الصبح، انت تغسل المواعين الظهر. انا ارضع الصبح، انت تجيب العيال ترضعها ببرونه بالليل. انا كده. انا قلت لك من الاول ان انا متدلعه، حصل ولا ما حصلش؟ يبقى دي علاقه المفروض ما ندخلشهاش خالص. لو في بنات بالشكل ده المشكله مشكله دبل. البنت المدلعه دي اهلها عاوزين يخلصوا منها فيدوها الواحد تكمل عليه. يعني هي تهمه قاعده وتهمه رايحه. والراجل الاناني كده ملوش حل، قاعد في البيت تحس ان البيت كلها اهوجيه لمصلحته. نسكافيه بارد تحطيه في الميكرويف، زودي اللبن، نقصي السكر، طبعا مش مين، مفيش بسكوته نسقيها، مش خربت كله. هي دي الرجوله، هي دي الرجوله. زمن اختفى في الرجال واختفت فيه ولا بلاش هنزعل قوي من بعض. انتوا زي الفل يا اولاد. انا بتكلم على الناس الانانيه ما تخشوش معاها في علاقات. الناس اللي متدلعه ما تخش معاها في علاقات، لانه very abusive. يعني ايه؟ مستغل جدا. الاناني المتدلعه المستغل دي برضو علاقه خطر جدا. واحد كل شغلته انه عاوز ياخد اللي عندك وبس، وما تقدرش تقرب له في اي حاجه من اللي عنده. يعني اخش عليك اقول لك اديني مفتاح العربيه بتاعتك، ما بقولكش حتى. يمكن انت مبدأك انك انت ما بتحبش تسلف عربيتك لحد، هو حر. ده انا ما بقولوش سلفني شوكه ولا سكينه، بقول له عربيتك. فتقول لي لا معلش انا ما بحبش الله 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 الله، ده كنت فاكرك راجل، وكنت فاكرك هتسندني، وكنت فاكرك احرجتك بهدلتك، فرحت انت انكسفت مني واديتني الايه؟ المفتاح. بعديها بشهر يعني عربيته انكسرت وهو مزنوق في موضوع، فبيقول لي في التليفون، بيقول لي ممكن يا ابونا العربيه بتاعتك عشان عربيتي اتكسرت ومحتاجه مشوار. المفروض هو سبق ارد انا الجميل، اقول له انت ازاي اساسا تفكر انك تسلف عربيتي؟ بس انت خدت مني عربيتي. انا خدت عربيتك عشان اديك بركه اساسا، عشان تقول ان انا ركبتها، تتباهى كده في وسط الناس. لكن انا تاخد عربيتي؟ ايش جاب العربيه يا ابني؟ انت عربيتك بسكليته معدله. ويا ريت اسكت، ده انا اسممه بالكلام. في شخصيات كده مصاصي دماء. الانسان لو ما كانش مدقق في اختياراته واخد شخصيه من كده، الثمن بيبقى غالي قوي في سنين عمره اللي جايه. احنا قلنا كم علاقه؟ تاخدوا الخمسه ولا وقتكم خلص كده؟ طب نراجعهم. 1 علاقه بلا عنوان، 2 علاقه بلا معرفه اهل، 3 علاقه فيها تجاوز، 4 علاقه وان واي اللي هو الاناني والمستغل ومشبع الاحتياجات. يعني هو التاني ده مصدر اشباعه، مش هو ليه حاجه عنده. آخر نوع من أنواع العلاقات الخطرة جدا جدا، علاقة تجلب خرابا. علاقة تجلب خرابا. أنا شفت مدمنين كتير بحكم الخدمة. أنا مش ماسك خدمة إدمان هنا، يعني عندنا أب كاهن ماسك خدمة الإدمان، لكن شفت كتير. لما تدور على كل المدمنين دول، انت عرفت الادمان ازاي؟ يقول لك واحد صاحبي عزم عليا بحاجه وقال لي دي هتعمل مش عارف فيك ايه،
وتطلعك 7 سما وتنزلك 9 أرض وتطلعك 10 سما وتنزلك 15 أرض وتلففك الكرة الأرضية وانت قاعد ملك. قلت أجرب، وادتني إحساس فوق الوصف، ومن ساعتها بحاول أشحت الإحساس ده ومش لاقيه تاني. فيزود الدوز ويزود الدوز، لو ما لحقهوش بيموت بحاجة اسمها اوفر دوز. دي علاقات خربة. عشان كده بيقولوا قل لي انت مصاحب مين اقول لك نهايتك ايه. قل لي انت مصاحب مين اقول لك نهايتك ايه. مصاحب خادم، مصاحب شماس، مصاحب انسان في قلبه مخافة ربنا، ولا مصاحب واحد؟ من الحاجات اللي مش ممكن انساها ان انا في مرة من المرات رحت سجن انا واب كاهن الله يرحم نفسه، كان اسمه ابونا مرقص، وكان متخصص في خدمة السجون. ما كانش من كنيستنا احنا، بس هو كان ماسك خدمة السجون. يعني كان بيحصل زي دوري كده، هو المصرح ليه من قبل الدولة يخش السجون، بس كل مرة ياخد كاهن يساعده، لأنه كنا نروح سجن الرجال وبعدين نلحق سجن النساء وناخد اعترافات، فيجيبوا لنا النساء المسيحيين بقى، واحنا وحظنا 37 38 وعندنا ساعة، فنقسم الاعترافات، يبقى طابور كده عند ابونا وطابور عندي في اليوم ده. فانا باخد الطابور اللي عندي، يعني قسمنا الستات الارقام الفرديه والارقام الزوجيه، وقاعدين بناخد اعترافات 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 اعترافات. وبعدين في اعتراف واحده كده انا قلبي انخلع لما شفتها. بنت عندها حوالي 26 سنه، 27 سنه ات ماكسيمم، يعني بكتير قوي 27 سنه. وشها ملائكي قوي. فبقول لها يا بنتي اللي جابك هنا ايه؟ قالت لي خطية آداب. هي قالت كلمة آداب، بنت المسيح. أنا قلبي انخلع واتضايقت، بس ما أقدرش أحرجها ولا أقول أي حاجة، ده كده كده ما عنديش غير 5 دقايق أقعدهم معاها. فابتدت تحكي لي هي لوحدها. قالت لي أنا كنت في الجامعة، وفي وسط الجامعة أنا بابا وماما ناس محترمين جدا جدا جدا، وقالت لي اسم عيلة أنا ما كنتش أعرف العيلة دي، بس قالت لي إنها عيلة معروفة، يعني إنهم عندهم أراضي وأطيان وبلاد وشركات، يعني مش ناقصها حاجة، فلوس عندها. قالت ولا حاجة. اتعرفت على بنات في الجامعة، أتاري البنات دول أعضاء في شبكة كل شغلتهم يجندوا البنات الحلوين، زي ما في شبكات بتجند جواسيس، في شبكات بتجند بنات للقصة دي. ابتدت القصة ان بقينا نخرج، وانا كونسيرفتيف شوية، فبقينا نخرج بعد الجامعة. يقول انت عمرك شربتي بيرة؟ لا ما شربتش. او طب جربي كوباية بيرة. طب خدي بقى بقية الكوباية، وابتدي تشوفي افلام كذا، تيجي نفرجك على كذا. انا حسيت ان انا كنت في زي الدودة بتاعت الأز، وبقيت فراشة بلف العالم كله، وثقت فيهم ثقة. بعد 3-4 أشهر الخروجات دي بقت مختلطة. بعد 5-6 أشهر لقيت في واحد جايبينه، كل لما يقعد باصص لي وبعينيه بتطلع شرار حب وعاطفة وبمنتهى الجنتلة، وفي منتهى وفي منتهى وفي منتهى. أتاري ده كانت جزء من الخطة. فضل معاها سنة لغاية لما وقعها، وبعد ما وقعها سجل وابتزها وجندها في شبكة. أنا يوميها رجعت متسمم. عارفين يعني إيه متسمم؟ سوري أنا بكلمكم ببساطة يا ولاد، يعني ما فطرتش من الصبح لأنه كنا منعلين قداس في سجن، ورحنا بقى خدنا المناولات من سجن الرجال لسجن السيدات، يعني طول النهار راجع 5. لا فطرت ولا اتغديت ولا قدرت أعمل غير إن أنا أشرب مية طول النهار من القصة والمأساة دي. دي اسمها إيه؟ علاقات تجلب خرابا. قبل ما تخطي خطوة مع أي إنسان اسأل نفسك الإنسان ده مين؟ علاقته بربنا إيه؟ ممكن يوديني لغاية فين؟ خلي بالك، انت مش افضل من اي واحد اتعلم سجاير ولا اي واحد شرب مخدرات.
ربنا يحافظ عليك. وانت مش افضل من اي واحده كانت بنت ناس وممكن يكون اتضحك عليها، لان ما كانتش شايفه هي رايحه فين. عامله زي الفراشه اللي شايفه النار وفاكره النار نور ودفى، ورايحه تتدفى فجناحاتها اتحرقت وسقطت وماتت. مفيش حد بيخرب على حد قد الاصحاب. عشان كده بنبقى مطمنين لما الناس تكون مصاحبه بعض من الكنيسه. هو يا ابونا الناس اللي جوه الكنيسه ما فيهاش عيوب؟ لا، فيها عيوب، بس برضو في سقف. ده انا اللي خلاني اروح للشله بتاعت النادي ان انا اتصدمت في بنات الكنيسه. بنات الكنيسه عندهم مشاكل، واوقات بينفسنوا واوقات بيغيروا. ده في كهنه بتغير من بعض ممكن، بس هتفضل الكنيسه سفينه نوح، وسفينه نوح هي بر الامان. اللي بره السفينه هياكلوا الطوفان. مفيش حد اقوى من الموجه بتاعه الطوفان. عشان كده خلي بالكم ان في علاقات تنتهي بخراب. قولوا لي ايه الدافع يا اولاد ان انا اكلمكم في حاجه زي كده، الا اذا كنت خايف على كل واحد فيكم وكل واحده فيكم، عشان دي مسؤوليتي امام الله. انتم ولاده، والكاهن ده زي حارس بيخلي باله من قطيع المسيح. فحتى لو كان كلامي بايخ النهارده اوعوا تزعلوا مني، امام الله يشهد على ضميري، انا معاوز الا سلامه كل ولد فيكم وكل بنت فيكم.